السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا حبيت اوريكم كارما وهي قاعده عندي. طبعا هي خدت اجازه العيد وهي قاعده عندي عامله الطبليه بتاعتي. بصوا، يعني اوض نوم للاطفال ولادها طبعا. بصوا على السرير، انا عامله لها طبعا مفرش سرير، وادي المفرش التاني. بصوا مغطيه، عامله واحد لحاف وواحد مفرش. وعايزه اوريكم، بصوا المخدات. ثانيه يا كارما بعد اذنك اوريهم. بصوا المخده، وعاملاها متغلفه من نفس، بصوا، من نفس قماشه الملايات اللي مغلفين بيها. بصوا عاملين مرتبه، وطبعا العروسه نايمه اهي. وادي مفرش السرير من نفس القماشه، وادي المخده بتاعتها من نفس القماشه. وعايزه اوريكم الخداديه. بصوا الخداديه بتاعتها اهو، كنت عاملاها لها وحشيها لها فايبر، منيمه عليها العروسه. عايزه اوريكم كمان، بصوا واخده علب التونه وانا مساعداها كمان مزينها لها. كارما، بصوا واخده كيس التوك، عماله تلبس للعرايس التوك. شايفين؟ طبعا قاعده حاطه كرومبا اهي جنبها، وحاطه هنا عامله كنب. هنلف يا كارما نوريهم بس اللي انت عاملاه. بصوا، حاطه العرايس في الكنبه دي، وحطاهم كده. وفي عرايس هنا، في عروسه يا كارما هي عايزه تلبس. بصوا انا جايبه لها توكه عشان تلبسها التوكه هنا كده. لبسيها التوكه ورينا. خدي يا كارما. هي دلوقتي عامله لهم، بصوا بقى عايزه اوريكم حاجه. عامله عيد ميلاد اهو، طبعا العيد ميلاد بتاعها اهو، عامله عيد ميلاد. انا حطيت كده التورته في قلب الاطباق، قطعت لك التورته يا كارما وحطيتها لك. بقول لها استوري العروسه دي كده وحط لها توكه. بصوا لبستها توكه كبيره، عملتها على انها فستان. ما شاء الله تطلع فنانه مبدعه. بصوا طبعا المصفى اللي عندها بتعمل اكل، والدبدوب اهو قاعد على علبه التونه. وطبعا جايبه لها نشابه الصلصال. وشايفين المطبخ بتاعها اهو، عندها مطبخ. ودلوقتي بصوا السراير والعرايس نايمه، واللحاف طبعا. بصوا اهي لبست العروسه. بصوا عملت لها يعني برا جميل طبعا من التوك اهو. وهنا طبعا دي العلبه اللي عاملاها دولاب بتحط فيها. شايفين العلبه دي؟ كنت عاملاها معاكم على القناه. بتحط فيها بقى ايه الشوار بتاع العرايس، اللي هي طبعا بتحط الهدوم بتاعتها. بصوا هي بتلبسهم توك. يعني ده يوم من ايام اجازة كارما معايا، اللي هي طبعا بتقضيها في اللعب وبهدلة الشقة. بس معرفش، يعني انا بحس ان انا مش بقدر اقاومها ولا اقدر ازعلها، تعمل اللي هي عايزاه. صح يا كارما؟ انتي بتحبي تقعدي مع ماما ولا تقعدي معايا؟ طبعا عملت لها الاوضه دي. انا عايزه افصل الملايات وقايله لكم عايزه افصل ملايات الاطفال، بس طبعا كارما عندي انا متوقفه عن كل حاجه عشان خاطر اراضيها وما زعلهاش. بتختار الاكل طبعا اللي هي عايزاه، وتختار تلعب وقت ما هي عايزه، وتنيمني وقت ما هي عايزه. هي لما بتاخد الاجازه بتقضيها كده معايا. وطبعا عايزه اوريكم، بصوا طقم المطبخ. واخده الستاند بتاع المجات اللي عندي، واخداه مش قادره اقول لها حاجه، وعماله تحط فيه المعالق. وشايفين طب شاطره، برافو، ايوه كده، ما تخليهمش منكوشين ولا كلهم يلبسوا. عايزه اوريكم كرومبا. كرومبا قاعده هي وابنها قدامها. اه، وكارما بقى عماله تلعب وبتنيم. بصوا ما شاء الله عندها عرايس كتير قوي ومشوهين كلهم. يعني في عرايس تانية كده، بس دول هي ما شاء الله دول اللي انا سايبهم لها فمشوهاهم يعني. بصوا مخلياهم. دي عامله شعرها ايه يا كارما ده؟ عامله شعرها موزمبليه. ما دي برضه عاملاه. دي عامله ايه؟ دي قبه، دي غريبه قوي. ايه القبه الغريبه دي؟ هما مش شايفينها كده. هضطر ان انا الف عشان اوريهم البهدله اللي انتي مبهدلاها للعرايس. عامله لها ايه ده؟ ايه الفورمه دي؟ موزمبليه. بصوا طبعا بابا نويل متعذب وواقف في الطابور مع كارما، لانها طبعا زلاهم وبتعمل لهم عيد ميلاد. ده عيد ميلاد مين بقى؟ ابو الفصاد. بصوا وانا عامله لها مساعداها كمان، حاطه لها السجاده الحروف والارقام والحاجات دي، عشان طبعا تقدر تلعب براحتها.
وطبعا الكرتونة دي في الاخر هتلم اللعب وتعبيهم في الكرتونة، عشان كارما شاطرة. لازم طبعا كل الاطفال يعني لما يعملوا كده. عيد ميلاد البت دي. طيب ماشي، هتعمل لهم عيد ميلاد. وطبعا عندهم التورته اهي جاهزه. شايفين التورته؟ في 3 قطع يا كارما ما اتاخدوش، و3 محطوطين في الاطباق. بصوا التورته بالشمع بتاعها. وطبعا في فانوس، وبصوا منسقه حتى الفانوس مع الصينيه اللي لونه بصوا هتوزع التورته اهي. شايفين؟ والستاند طبعا اللي حط عليه الشوك والمعالق. وطبعا انا كنت عايزه اوريكم، انا مساعداها برضو في الحاجات الاطفال دي. بصوا عامله لها مرتبه اهي، مرتبه محشيه فايبر، وعامله لها لحاف. وبصوا في كورنيش من اليمين وكورنيش من الشمال. شايفين الكرانيش؟ وطبعا المخده بصوا حاطه لها كرانيش من الاحراف بالدانتيل. علشان مبسوطة عشان بقول لها عملتي للعروسة موزمبلين. بصوا طبعا ده المفرش الشتوي اللي انا عاملاه لها. شايفينه؟ ده فرو من التقيل، عملته لها بالمنظر ده عشان خاطر يعني تدفي. بصوا ولادها ما شاء الله، بصوا يعني هي مشوهاهم خالص ومنيماهم على المخدة وعلى يعني بصوا مظبطه الدنيا. وبصوا في كمان بزازه، يعني هي ما شاء الله عامله كل الحاجات وانا مساعداها على الهبل ده. طبعا امها ما بتقبلش كل ده، روحي للهبل عند تيتا. بس انا بحب اصلا يعني العب مع الولاد، بعوض الطفوله الطفوله بتاعتي معاهم. بصوا هي دلوقتي شغاله بتعمل عجائن. وطبعا عايزه اوريكم المطبخ بتاعها. شايفين المطبخ بتاعها اهو؟ وفين الطباخ؟ كان في طباخ كمان انا جايبهولك. بصوا شايفين؟ والعرايس بقى طبعا بتاعتها اهي في النيش. هي حافظه الاماكن، هي حاطاه. خلاص يا كرم خلاص، هي حاطاه في النيش، هتروح تجيبهولنا. بصوا طبعا هي اهي عماله بقى دلوقتي. بصوا بتدي بخة زيت وبتفرد الفطير بتاعها. وعايزين نشوف الطباخ يا كرمه اللي انت جبتيه من النيش دلوقتي. بصوا الطباخ، ورينا يا كرمه. ايوه، اوعي ايدك من عليه. ايوه عايزين نشوفه. بصوا كارما طبعا اهي عماله دلوقتي الساعه كام؟ طبعا عند امها بتنام من الساعه 7، ودلوقتي الساعه كام؟ 3 ولا 4، وهي قاعده عماله تلعب ولا على بالها خالص اهو. طبعا خدت الاجازه المؤقته، اجازه العيد، وقاعده تلعب وتظبط حياه الهرجله دي عند تيتا. بصوا وقاعده بقى بتطبخي ايه يا كارما؟ زيت؟ هتعملي لنا ايه بقى؟ ناكل ايه؟ بيتزا؟ فطير. فطير. هتعمل لنا فطير. بس برضو بصوا انا مساعداها في الحاجات المفرش واللحاف والخداديات. ده لسه في مخدات تانية برضو هي بتدور عليها، بس شكل نجار اختها وهي ماشية خدتهم تلعب بيهم عندها. يعني ده جزء من يعني قليل جدا من الحاجات اللي انا جايبها لهم عندي. طبعا انا عامله لهم البلكونه للامتعه بتاعتهم ديت وللعرايس ديت. شفتوا الفكرة؟ وحاولوا برضو ان انتوا تساعدوا ولادكم. انا معلماها ان عيب ان العروسة تبان كده. فبصوا يعني حتى دي مش لاقيه لها لبس، راحت عامله لها مناديل وعملتها لها بشكل فستان ابيض كده حلو بالمناديل الورق. وبصوا هنا دول يعني سطراهم بايه؟ بالتوك. بصوا العرايس دي هي ملبساهم توك رغم ان انا جايبه قماش ومقص. هاتي القماش والمقص اللي على السرير ده يا كرم عشان اوريه لهم. بصوا المقص والقماش اهو، انا جايبه لها. هاتيهم هنا. ايوه اهم. بصوا عشان قلت لها عايزين نلبسهم هدوم كلهم ونعملهم ليهم اوضه نوم وليهم سرير وكنبه. وطبعا هنعمل الافكار دي هنعملها معاكم بطريقه حلوه وسهله. كارما مبسوطه عند تيتا؟ ايوه طبعا. طب يلا نقول لهم باي 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 ويجوا باي. يلعبوا معاكي. باي باي. يلا اعملي لنا باي باي بايديكي. باي باي، سلام عليكم. اتمنى الفيديو يعجبكم وتساعدوا ولادكم ان هم يطلعوا ابتكاراتهم ويلعبوا كده، لان الحاجات دي بتطلع فنان صغير. وبتوضحي له الحاجات اللي يقدر يعملها. ما ينفعش نبين جسم العروسة ولا جسمنا يبان. فانت توضحي لهم الحاجات دي في شكل الالعاب، لانك لما هتفرضي عليها لا البسي طرحة، لا احنا ممكن نقول لها العروسة كده لازم تتحجب عشان تبقى مؤدبة ومحترمة. فهي ما تكبر هتكبر على التربية دي.
اتمنى افكاري تعجبكم وتساعدوا ولادكم ان هم يطلعوا ابتكاراتهم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء. باي باي. باي سلام باي. عليكم. سلام عليكم.